السلام عليكم، معاكم محمود الهيتي. وزي ما وعدتكم اخر مره نزلت فيها فيديو عن السكوات، هنزل فيديو اشرح فيه بالظبط ازاي تعمل السكوات. احنا دلوقتي هنا هوت في السكوات راك. حلو الكلام. الطبيعي لما تيجي تعمل سكوات بتنزل تحت البار كامل، رجليك الاثنين بتبقى تحت البار، بتزق ترجع ورا خطوتين على قد ما تقدر، تنزل تحت ترجع تاني فوق، تنزل تحت ترجع تاني فوق. في كتير جدا كلموني قالوا لي عندنا اصابات في الركبه وازاي نبتدي نوصل للمرحله دي. اولا الوزن، مش عايزك تقلب الوزن مش الهدف بتاعك. الهدف بتاعك انت تلعب التمرينه صح من غير اوزان الاول، وبعد كده تزود براحتك. لو انت عندك مشكله في ركبك ولو مشكله في التكنيك نفسه ازاي تعمله، فهنيجي نعمله هناك على البنش. طب بص هنا اهو، هنبتدي الاول تقعد على الكرسي الاول خالص. فين كان الكرسي؟ هتقعد تحت الاول على الكرسي عادي، كده على قد ما تقدر تفتح رجلك بنفس مقدار وسطك او الشولدر بتاعك، كتفك، ومش رجلك بيكون قدام. تحت ركبك على طول بيبقى كعب رجلك، على قد ما تقدر من وانت قاعد هنا ما تبقاش قاعد كده، عايزك تقعد فرد صدرك من هنا على قد ما تقدر، زق كعب رجلك في الارض تطلع فوق، كعب رجلك تقف مستقيم وبعد كده تنزل تحت خالص، كعب رجلك وتنزل. خطأ كبير جدا في ناس كتيرة بتعمله، ركابها بتخش جوه وهي بتطلع فبتبان عاملة كده اهو. على قد ما تقدر تخلي ركبك في نفس المستوى، مش الرجل بتاعك، تزق بركبك تطلع فوق وتنزل تحت خالص. وقت ما التمرينة دي تبقى سهلة بالنسبة لك ممكن تزود وزن، مش شرط تلعبها بالبطن، ممكن تيجي الدمبل عادي تمسك هنا في النص تطلع بيه فوق ده نفس النظام. اهم الحاجات خلي مش رجلك طوالي، ممكن تخليه بره سنه بس مش كتير، بس اهم حاجه تخليه طوالي. وتحت ركبك بالظبط تخلي كعب رجلك، تزق بكعب رجلك وافتح رجلك على قد حجم وسطك او حجم الشولدر بتاعك، وعلى قد ما تقدر خلي بالك من التكنيك، وافرد صدرك وهتبقى تمام. الكلام ده بس مش للولاد، الكلام ده للولاد والبنات. يلا سلام عليكم.